يعني رسالة طبعا لاخواننا من الاخوان المسلمين، انتوا اخواننا واحبابنا. يعني مش عايز احس ان اخويا من الاخوان المسلمين ممكن يحط ايده في ايد شيوعي وما يحطش ايده في ايد انا. مش عايز احس ان اخويا من الاخوان المسلمين ممكن يحط ايده في ايد علماني هو عارف هو بيكرهه قد ايه وما يحطش ايده في ايد انا. مش عايزين كل مرة نلاقي يعني اخوانا، ما بتكلمش على الجمعة الجاية، انا بتكلم على اخويا. يعني بفضل ومنة اللي احنا بدأنا فكرة يعني من اروع ما تكون. يعني يمكن اللي بدأها كان دكتور مجاهد ابو المجد جزاه الله خيرا، ما اعرفش مين اللي نسقوا ليها مؤتمر بدأناه في نبروه يعني يمكن من اسبوعين، مؤتمر تآلف بين السلفيين والاخوان. والله يا اخواني يعني كان ليا الشرف ان انا يعني ابقى ايه يعني الشخصية السلفية اللي بتتكلم في هذا المؤتمر، ويعني شيخ من شيوخ الاخوان الافاضل موجودين في هذا المؤتمر. وكان يعني ايه بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى كنت حاسس ان الملائكة والله العظيم بترفرف في المكان. انا كنت حاسس بانشراح وانوار وهدايات وجو ملائكي رهيب، وانا بقول لاخواني وهم بيقولوا واحنا بنقول لبعض احنا اخوات بعض، لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله. النبي قالها لابو بكر لما خاف انه يكون اغضب بلال وسلمان وصهيب، اوعى تزعلهم. انا ما اقدرش ازعل اخواني من الاخوان المسلمين، اخواني واحبابي اسلام.